هذا هو البيان الذي نشره محامي شيرين عبد الوهاب نقلا عنها ورغبة منها لكشف الحقيقة للرأي العام. ومن أبرز ما ورد في هذا البيان أن شقيقها قام بضربها وسحلها مع مجموعة من الأشخاص أصدقائه مع استخدام السلاح لتخويفها. فشيرين من خلال هذا البيان وجهت له اتهام صريح لاتخاذ إجراءات قانونية ضده على واقعة السب والقذف التي تعرضت له مع الإعلامي عمرو أديب. وورد أيضا في هذا البيان إنهاء تعاملها مع مدير أعمالها ميمي فؤاد لعدم القيام بمهامه المطلوبة منه طول الفترة الفارطة. وفي آخر البيان شيرين تنكر كل الإشاعات التي تقول أنها خرجت من المستشفى مع حسام حبيب وأنها خرجت صحبة محاميها الخاصة في سيارته إلى بيتها مباشرة، والكلام المتداول غير صحيح. إذن هذا التصريح يكون رد بالنفي على الصورة التي تم تداولها مع حسام حبيب في سيارته، وأنها الفترة القادمة متفرغة لأعمالها الفنية فقط، وأنها ستقاضي كل شخص قام بتشويه سمعتها. وتعليق ناري للنضال الأحمدية بعد هذا البيان بشأن مقاضاة شقيقها: أن شيرين ذو قلب طيب، من المستحيل أن توافق على دخوله السجن مهما حصل. وأضافت أن ما حدث لشيرين هو مؤامرة من حسام حبيب التي كانت تحكي لها ما يفعله حسام معها، حيث أراد أن يسطو على أملاكها. وفي الأخير وجهت رسالة لشيرين ورد فيها ما يلي: كيف تتوقعين نظرة بناتك لك؟ أنت تضربين بالملايين من عشاقك عرض الحائط والجميع زعلان منك، فهل من الممكن أن تسمحي لبناتك بكل هذا الاهتزاز النفسي؟ إذا أعجبك الفيديو اشترك في القناة واضغط على الجرس ليصلك كل جديد عن عالم الفن وأخبار المشاهير.